السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم على قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وهذا الفيديو تلقاكم كامله بخير، كامله مهنيين ومهنيات. اسمحوا لي على طول الغياب اللي راني نطولوا، على بالي بلي بزاف راني نغيب على اليوتيوب نظرا لمشكل يعني وصالي لي في القناه. ان شاء الله نهار نريقلي المشكل هذا راح نعاود نولي لكم بقوه. واليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، يعني كنت خدمت طلبية وقلت يعني نشاركها معكم بأدق التفاصيل. كما راكم تشوفوا يعني كنت خدمت كعكات تاع المزيود. بلا ما نطول عليكم يلا نمروا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير تاع هذه الوصفة هنا راح نحتاج 3 كيلات تاع الفرينة، يعني في جفنة ولا في ريسيبيون نديرو 3 كيلات تاع الفرينة بكيلة يعني تاع السمن. يعني انا نستعمل الطريقه المعتاده اللي نخدمها سواء في الكعكات ولا في العرايش، يعني هذه الطريقه اللي نعتادها انا، الطريقه يعني القديمه اللي نعتمدها يعني في الوصفات تاعي هذه. كيما راكم تشوفوا هنا درت 3 كيلات تاع الفرينه، وبيان سور هنا الفرينه لازم نغربلوها. درت عليهم هنا تلت مغارف يكونوا كبار تاع السكر ناعم، واي حاجه نديروها لازم نغربلوها. بعدها هنايا راح نضيف حوالي مغرفه هكاك تكون صغيره تاع لافاني باش نعطل العجينه ديالي، وراح نضيف الكيلة تاع السمن اللي كنت مقبل يعني ذوبته على نار تكون قليله. والسمن هنا يكون يعني دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش يعني بارد عادي. نديرو كيلة معمره للفم هكذا، ولم يعني الفرينه تاعي كامل ندخلها في هذاك السمن تاعي. نبسوها كيما راكم تشوفوا، لازم نبسس مليح هذيك الفرينه في السمن ديالي حتى تولي الفرينه تاعنا ما تبانش كامل. كيما راكم تشوفوا هنا راني ندخل فيها باصابع تاع اليد تاعي. ومن بعد راح ندير كيلة نخلطها مزيج يعني بين المزهر والماء، يعني ندير نص كيلة هكاك تاع الماء ونكملها بالمزهر. نسيو نركزوا يعني على المزهر يكون اكتر من الماء باش هكا تجينا يعني معطره بريحه المزهر. واللم كيما راكم تشوفوا راني ندخل في هذيك يعني الماء والمزهر باصابع تاع اليد. كيما راكم تشوفون تحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني صاديبو كاين وين تشربي كامل هذيك الكيله تاع الماء، وكاين وين لا. يعني المهم نتوما تدخلوا لهذيك الكيلة حتى وين تشوفوا يعني لحقتوا القوام المطلوب، تلقاو العجينه تاعكم طريه. نمروا هنا بالنسبه لافارس تاع لافارس تاعنا تاع الكعكات. هنا كنت درت 3 كيلات تاع الكاوكاو ودرت عليهم 3 مغارف تاع السمن يكون دايب، يعني هنا السمن راح يخلي لك لافارس تاعك تكون طريه. ودرت عليهم نص كيلة تاع سكر ناعم، ودرت يعني لافاني حوالي مغرفة تكون صغيرة هكاك، ولا كان عندكم يعني عطر اللوز ولا استعملوا العطر تاع اللوز، يعني باش نغلبوا الريحة تاع الكاوكاو. بالنسبة لافاكس يعني استعملي واش حبيتي، سوا كاوكاو سوا لوز، يعني واش كان متوفر عندك هكذا. وندير المزهر يعني نلم كامل هذاك الكاوكاو تاعي. انا هنا الكاوكاو كنت يعني رحيته وزدت غربلته باش يجيني لافاكس يعني الداخل ما يجينيش الكاوكاو خشين، يعني يجي رقيق. كنت غربلته في غربال رقم 14، يعني في الرقيق كامل اللي يخرج الرقيق هكذا. وهنايا كنت نوزن في العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه هنا درت 40 غرام، وبالنسبه للحشو يعني ديري 15 غرام. يعني انا هنا الحشو درت عيني ميزاني ما نوزنوش، نوزن يعني غير العجينه درت هنايا 40 غرام قلت لكم. بالنسبه يعني للطريقه كيما راكم تشوفوا معايا، نفتح العجينه ديالي وندير لافاكس تاعي من الداخل ونغلق يعني مليح هذيك العجينه على الحشو ديالي، يعني باش ما نخليش الهواء يكون لداخل، ونخليه فتحه كيما راكم تشوفوا
ونغلق كيما راكو تشوفوا يعني في الشكل المطلوب هكذا. نسي يعني نغلق هذوك الحواف تاع الكعكات تاعي باش ما تترتقش معايا الحبه. نغلق مليح، نأكد يعني اني غلقتها مليح، ونحطها في هاد الليمون يعني الخاصه بالكعكات. وما نضغطش بزاف، يعني نضغط غير خفيف من الفوق، ما نضغطش على الحبه بزاف. نعاود نشكل معكم الحبه الثانيه، يعني نشكلها بنفس الطريقه. نفتح بالحلال العجينه ديالي وندير الحشو تاعي كيما راكم تشوفوا. كش راني ندير لافاخس مع العجينه باش ما نخليش لداخل الهواء، ونخلي فتحه ونغلقها كيما راكم تشوفوا. نضغط غير خفيف. نزيد نشكل معكم حبة واحدة أخرى. يعني حنشكلوهم كامل بنفس الطريقة إن شاء الله، يعني تكون طريقة واضحة برك. أنا نكمل الكيكات تاوعي كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما كملت كامل الكيكات تاوعي نجيب ان كوردون ولا هكا ونثقب كامل هادوك الكيكات تاعي، يعني باش ما يتنفخوش معايا في الفرن ويترتقوا. يعني سوا درتوهم بلا مول ولا بالمول لازم تثقبوهم باش ما يترتقوش معاكم في الفور. كما راكم تشوفون ندوز كامل عليهم، نثقبهم نديرهم في سنيوه وندخلهم يعني للفور يطيبوا على نار تكون 180 درجه. نخليهم يطيبوا من الفوق، من بعد نشعلهم من الفوق وما تحمروهمش يعني بزاف، يطيبوا دوغي. ونمروا للطليه تاعنا. هنا بالنسبه للطليه كنت درت كيله تاع مزهر، كيله تاع حليب، يعني كيله تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. يعني نتوما عبروا بحبيتو بالفنجال ولا بالكاس ولا يعني الكيله اللي كانت عندكم عبروا بها. انا هنا استعملت برك الكاس، يعني استعملت النص تاعو باش نخرج الكميه المطلوبه. كيله تاع الزيت، وهنا درت كميه تاع المزهر، حليت فيها هذاك المحلول الازرق يعني ملون الازرق، حليته في كميه تاع مزهر يعني باش نزيدو، وضفت له ملون ابيض يعني باش ما يجينيش اللون قاتم بزاف، يعني باش نتحصل على الازرق هذاك الفاتح. يعني هذيك درت ميلونج بين الازرق ودرت الابيض يعني باش نكاسي لا كولور تاع الازرق هذاك ما يجينيش فونسي كيما راكم تشوفوا. وهنايا نبدا نلم السكر. هنا الكميه كلات لي حوالي قولي 3 كيلات ونص حتى 4 كيلو تاع سكر، يعني كلات لي 3 باكيات ونص حتى 4 باكيات تاع السكر، يعني كل وحده الكميه يعني كيفاش ياكل لك السكر على حساب لا كونتيتي. نغربل السكر ديالي ونطم كامل هذيك الطليه كيما راكم تشوفوا. يعني انا نستعمل بيدي، نقدرش نستعمل المغرف ولا سواء كي نطلي ولا نخدم نستعمل يدي هكذا. ونخلط كيما راكم تشوفوا، ندخل كامل هذاك السكر. نزيد الباكي الثاني والثالث يعني حتى نلحق القوام اللي تكون فيه الطليه تاعي شويه ثقيله، يعني تشد روحها ما تكونش خفيفه هكذا. كيما راكم تشوفوا هنا راني زدت الباكي الثاني والثالث، وكنت في الباكي يعني الرابع، والرابع ما درتوش كامل يعني نص، استعملت هكاك 3 باكيات ونص. كيما راكم تشوفوا هنا راهي بدات تقال معايا،
هاي ليك هاي حكمت روحها. وضفت يعني كمية تاع القارص اللي كنت يعني عصرته وصفيته، يعني باش تعطي لها هذاك الطعم تاع الحموضة. دخلتها كيما راكم تشوفوا مليح في ديك الطريقه تاعي. هاوليك يعني الكعكات كيفاش طابوا معايا، طابوا يعني دوغي، ما حمرتهمش بزاف باش ما يجوش يابسين. وهنايا نبدا نطلي في الحبيبات تاعي كامل. يعني علاش قلت لكم انا نستعمل يدي باش نغلف كامل الحبه ونضمن بلي الحبه تاعنا تغلفت من كامل الجوانب. كيما راكم تشوفوا نطليها ونقطرها ونحطها في سنيوه مده ليله كامله، يعني حتى وين تنشف معايا كامل هادوك الكعكات تاعي. وبعد نجوزو يعني طريقه التزيين. هنا التزيين يعني كل واحد يزين كيما يحب. انا هنايا قلت لكم بما انها طلبيه تاع مزيود كنت زينتها، يعني درت لها لي موتيف تاع بيبي غونيا، درت لها تاع سوسات يعني الخاصه بالمزيود. كيما راكم تشوفوا هنا الكعكات تاعي نخليهم يقطروا مليح ونديرهم في سنيوه ونخليهم مده ليله كامله حتى وين تنشف الطليه تاعي. وتشوفوها معنا واجده. كيما راكم تشوفوا هنايا كانت نشفت كامل ودرت لها اللعن الملمع، وكنت درت لها هذوك لي موتيف يعني طبعتهم بلا بات داموند كيما راكم تشوفوا، شبحتهم بالدوغي. هذه هي. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يكون عجبكم والطلبيه تاعنا عجبتكم وبصحه مولاتها، يعني جو بزاف هايلين وطريين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش الجام. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر. في امان الله.